قبل الفجر بلحظات. ماذا حدث في الليلة التي سبقت ظهور المهدي المنتظر؟ في زمن أثقلته الخطايا وغابت فيه العدالة عن وجه الأرض، يئن الضعفاء تحت وطأة الجور، وتتعالى صراخات المظلومين إلى السماء. الليل يطول، والقلوب تتعب، والعالم ينتظر وعدا لم ينس منذ قرون. وفي لحظة تكتبها الأقدار تهتز السماء وتخفق القلوب. إنها الليلة التي تسبق الظهور، الليلة التي تفصل بين عهد الظلمة وفجر النحي. يبدأ التاريخ من جديد بقدوم المنتظر. الليل الذي يهمس بالوعد. في تلك الليلة سكنت الرياح كأنها تنتظر أمرا من السماء، وانطفأت أنوار المدن إلا من بيوت يملأها الدعاء. القلوب وجلة، والعيون شاخصة نحو الأفق المظلم، كأن الأرض تحبس أنفاسها قبل ميلاد فجر جديد. همسات الإيمان تتردد في الصدور. هل حان الموعد؟ فكل نجم في السماء بدا كأنه شاهد على وعد قديم، وكل قلب مؤمن شعر أن الزمن يتهيأ لمعجزة الظهور. اهتزت الأرض تحت أقدام الناس كأنها تئن من ثقل الظلم. تصاعد الغبار في السماء، وارتجفت القلوب قبل الأبنية. لم يكن زلزالا فقط، بل نداء من الغيب يقول: كف. الملوك في قصورهم فزعوا، والفقراء في أكوافهم بكوا، لكن في عيون المؤمنين كان بريق الرجاء يشتعل. إنها الأرض تطهر قبل الظهور، لتستقبل العدل بعد طول انتظار. في تلك الليلة انشق الأفق بصوت كالرعد، لا يشبه أصوات البشر. كان نداء يجلجل في السكون: لقد اقترب الوعد الحق. الناس يخرجون من بيوتهم مذهولين، ينظرون إلى السماء، فيرون نورا يخترق الظلام، كأنه سيف من نور يشق الغيب. الأنفاس تختلط بالدموع، والخوف يمتزج بالإيمان. فالسماء تتحدث بلغة لا يفهمها إلا من صدق. الظالمون فقدوا سلطانهم، كأن أيدي القدر نزعت عنهم التيجان. انقلبت موازين الدنيا في لحظة واحدة، وتكسرت عروش الكبر. الجبابرة فروا في الظلام، يطلبون ملجأ فلا يجدون. أما المظلومون فرفعوا أيديهم إلى السماء شاكرين. لقد آن للدموع أن تجف، وللعدالة أن تقوم. تلك كانت ليلة انكسار الظلم، وبداية عهد النور. جاء الصوت الثاني، أهدأ لكنه أعمق. نداء يسكن الأرواح للآذان: قد حان الموعد، اخرج يا مهدي. القلوب المؤمنة شعرت بالاهتزاز، كأنها لبت النداء قبل أن تسمعه. الملائكة نزلت بالسكينة، والسماء أشرقت من جديد. إنها اللحظة التي كتبها الله منذ الأزل ليعود النور إلى الأرض، ويبدأ عهد العدل. اجتمع المؤمنون بين الركن والمقام، قلوبهم ترتجف، ودموعهم تنساب كأنها توبة جماعية. السماء تظللهم بالرحمة، والأرض تشهد على عهد جديد. هناك في بيت الله ولدت بيعة النور. لم تكن بيعة رجل، بل عهد أمة قررت أن تعود إلى ربها. بدأت فصول التاريخ تكتب من جديد بمداد الإيمان. فما بزغ الفجر بعد ليل طويل من الانتظار، وكانت الشمس هذه المرة تشرق على عالم مختلف. الظلم والقلوب امتلأت بالسكينة. الناس يتعانقون كأنهم خرجوا من كابوس إلى حياة جديدة. في الأفق يرتفع صوت المؤذن معلناً: الله أكبر، لتبدأ الأرض رحلتها نحو عهد السلام الإلهي. الليلة التي سبقت الظهور كانت فصل الختام لبشرية متعبة، وبداية فجر تمسحه يد العدل الإلهي. عاد الإيمان سيداً للقلوب، وسقطت الأقنعة عن الوجوه. الظلم أصبح ذكرى، والرجاء صار واقعاً. وفي كل زاوية من الأرض رفع الأذان معلناً بداية العهد الموعود. لقد انتهى زمن الخوف، وبدأ زمن النور.